بتبتدي قصة الفيلم بشابين بيلعبوا لعبة مرعبة على الكمبيوتر، وواحد منهم وهو بيلعب بيموت مشنوق في اللعبة، وبيقوم من اللعبة وبيكون مرعوب جدا، والكهرباء بتكون قطعة وبيمشي بشمعة، والأجواء بتكون مخيفة جدا، وفجأة بيتشنق زي اللعبة بالظبط وبيموت في الحال. والشاب دوت اسمه هاج، بيدخل على مديره وبيكون اسمه ميلر، وبيطلب أجازة من المدير، والمدير بيقول له انت لو تبذل جهد في الشغل زي اللي بتبذله في لعب الكمبيوتر ممكن تبقى مكاني في يوم من الايام. والمدير بيوافق على الاجازة، وهاج بيحضر جنازة الشاب اللي مات من اللعبة في اول الفيلم. وهاج بيقابل اصدقائه في البيت، واصدقائه بيكونوا شابين وبنتين، وبيفتحوا نفس اللعبة المرعبة ويظبطوا اللعبة وبيظهروا بهيئتهم في اللعبة بنفس الاشكال وقريبة جدا من شكلهم في الحقيقة. وبيبدأوا اللعبة وبتكون مرعبة جدا، واللعبة بيكون كلها أشباح. وميلر مدير هاج بيلعب هو كمان معاهم أونلاين، لكن للأسف ست لابسة أحمر بتهجم عليه في اللعبة وبتنهي حياته بخنجر. واللعبة بتكون عاجبة هاج وأصحابه جدا عشان كلها رعب. وميلر بيكون لسه بيخرج من مكتبه وبيكون مرعوب جدا، وبيكون في أحداث غريبة بتحصل حواليه وزي رعشة في الإضاءة، وبتظهر الست اللي في اللعبة في الحقيقة وبتخلص عليه. وزمايل هاج في الشغل بيكونوا زعلانين جدا على ميلر اللي مات فجأة، وهاج ما بيكونش مصدق اللي حصل. وواحد من أصدقاء هاج بيقول انت قلت ان ميلر مات بطعنة زي ما مات في اللعبة بالظبط. والبنات بيتكلموا هاج على طريقة موت ميلر اللي مشابهة للعبة بالظبط، وكلهم ما بيكونوش مصدقين بتشابه طريقة موت ميلر. وهاجي بيبلغهم ان صديقه اللي حضر جنازته في اول الفيلم برضه مات بنفس طريقة اللي مات بيها في اللعبة اللي هي stay alive او ابقى حيا. وكلهم بيخافوا على زميلهم فيني اللي بيلعب اللعبة دلوقتي، وبيروحوا البيت بسرعة وبيكون صديقهم فيني نايم على ترابيزة الكمبيوتر وبيتخضوا عليه، لكن فعلا بيكون نايم. وهاجي بيبحث في الأخبار على طريقة موت مديره ميلر وصديقه اللي مات في أول الفيلم، وبيقول إن الاتنين لعبوا نفس اللعبة اللي هم بيلعبوها، وبيعرف كده إن كلهم في خطر. وبيوري لصاحبه الأخبار والصور وبيسأل فين فيني، وفيني بيكون سايق عربيته، لكن فجأة بيشوف وش مرعب في مراية العربية، وبيظهر ضباب كثيف في الطريق، وبيقف على جنب وبيسمع أصوات مخيفة وبيبص حواليه، وفجأة بتخبطه عربية بحصان وبيموت في الحال. وأصحابه بيروحوا في مكان الحادثة وبيلاقوا فيني ميت، ولما بيفتحوا جهازه بيكون مات بنفس الطريقة اللي مات بيها في اللعبة. والشرطة بتسألهم عندكم أي شيء تعرفوه؟ فهاجي بيقول لهم إن السبب اللعبة ابقى حيا من مؤسسة كورج وست اسمها إليزابيث. وهاجي بيكمل إن في اتنين من أصدقائه ماتوا بنفس طريقة موتهم في اللعبة، وكلهم بيكونوا زعلانين على موت فيني. والشرطة بتروح وبتسأل عن اللعبة، والضابط ما بيوصلش لحاجة، وبيروح هاجي هو وصديقته بيت الولد اللي مات من اللعبة في أول الفيلم يمكن يوصلوا لأي حاجة. وفي الآخر هاجي بيعرف زمايله إنه رايح للشركة المنتجة للعبة، وزمايله بيبلغوه إنهم وصلوا من كتاب عن اللعبة إنهم لازم يخلصوا على إليزابيث بوضع 3 مسامير في قلبها ورقبتها وراسها. وزمايله بيجروا لما الشرطة بتيجي، وهاجي بيلاقي الجهاز شغال على اللعبة، وزميلتهم اكتوبر بتظهر في اللعبة بره، وفعلا اكتوبر بتكون بره في الحقيقة وبتشوف بنت مخيفة فبتفكر تدخل. وسونيك زميل هاج بيقول احنا لو فوزنا في اللعبة الخطر هينتهي. فهاجي بيقول المفروض ديت قوانين اللعبة. وبنت بتقول من زمايلهم انا واكتوبر ما لعبناش اصلا، ليه احنا في خطر؟ وهاجي بيقول ان كده اللعبة بتلعب لوحدها. وبيدوروا على اكتوبر وبيروحوا على الشركة المنتجة للعبة. وسونيك بيقول انا هلعب. وهاجي والبنت ديت بيكونوا مرعوبين عن مكان تصميم اللعبة، وبيدخلوا البيت المرعب، والبنت بتلاقي عروسة لابسة احمر زي اللي في اللعبة بالظبط. وسونيك بيعمل بوز للعبة، والبنت بتلاقي عرايس تانية مخيفة، وبتشوف صور مرعبة كمان، وبتشوف صورة إليزابيث الحقيقية والمقص اللي في اللعبة، وبتلاقي مذكرات إليزابيث، وبتلاقي بنات كتير ماتت على ايديها موجود اساميهم في المذكرات. وهاجي بيتواصل مع سونيك عشان يقول له ازاي يطلع السلم عشان ينقذ زميلته، وسونيك بيقول له يدخل ازاي، لكن بيلاقي باب السلم مقفول، وبيقول لسونيك شوف لي طريقة تانية.
والبنت بتكون مرعوبة لما الكهرباء بتقطع وبتحاول تهرب، وهاج بيوصل لباب لكن بيكون مقفول، وسونيك بيفتحه بمفتاح في اللعبة، وهاج بيدخل وسونيك بيقول له محتاجين 3 مسامير، وبيوصل هاج لصديقته وبيظهر لسونيك خيال، وبيعرف ان اليزابيث هتهجم عليه دلوقتي في اللعبة وفي الحقيقة، وبيقول ده غش انا ما متش، وبيطلع يجري من العربية وكلهم بيجروا، وهاج بيلاقي المسامير وبيخلعها، وصديقته بتقطف ورد احمر، وهاج بيقول عايزين المطرقة، وبيشوفوا الكاريتا العربية اللي بحصان بتاعت اليزابيث وبتجري بأقصى سرعة، وبيدخلوا من باب، وللأسف بتتحبس البنت في غرفة منفصلة، وبيجري هاج عشان ينقذها، فبيلاقي جثة إليزابيث ولابسة الفستان الأحمر، وصديقته بترمي بقطع من الورد على الأرض، والورد بيتحرق ويتبخر وتقول بيحبني وما بيحبنيش، وهاج بيدق 3 مسامير في إليزابيث وبيلم جهاز الكمبيوتر، لكن جثة إليزابيث بتقوم، وهاج بيولع فيها وفي غرفتها وفي القصر بتاعها، لكن للأسف بتوصل سي اللعبة لماركة ألعاب كمبيوتر، وللأسف صاحب الماركت بيشغلها، وبكده بترجع اللعنة مرة تانية. وبكده يكون الملخص خلص. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك، وسلام.